السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حوا فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة عجينة السمبوسة بطريقة حلوة وسهلة وكمية حلوة ان شاء الله تعجبكم. اهم حاجة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل كل جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. ونشوف احنا هنعمل السمبوسة دي ازاي. مقدرها سهلة جدا ومفيش فيها تعقيد، وان شاء الله تعملوها بالخطوات اللي انا عاملاها هتعجبكم ان شاء الله. بس ادعولي كده ربنا يصرف عني عشان تعبانة شوية. هنقول ايه معانا؟ ايه دلوقتي؟ معانا نص كيلو دقيق، معاه نص معلقة ملح، واربع معالق زيت. بس دي كل حاجة عجينة السمبوسة. معلش بقى انا تعبانة مش هقدر اعجنها بايدي. لا بس انتي ممكن تعجنها بايدك عادي خالص، مش هتعمل معاكي اي حاجة، مش هتتعبك يعني. نص كيلو دقيق انا هعجنها في الكبة بتاعتي. تمام كده. وهيبقى معايا كوباية مية، كتير اقل على حسب الدقيق اللي انتي بتعجني بيه. في دقيق بياخد مية وفي دقيق ما بياخدش مية. دي انا هعمل كوباية مية عادية خالص فترة من الحنفية، ولا دافية ولا حاجة عشان معناش خميرة. تمام. انا عايزة العجينة تكون متماسكة، مش مفيش فيها تلزيق، علشان تعرفي تفرديها وتعرفي تعمل معاكي ما تقطعش معاكي. زي ما انتوا شايفينها كده اتعجنت. هعيد عليها بس كده زي ما انتوا شايفينها كده، فيها مطه حلوه قوي. هي احنا كده عايزين العجينه وما فيش فيها تلزيق ولا اي حاجه. تمام. هنعملها بقى رول كده، نقطعها، مش هسيبها ترتاح. انا هقطعها وبعدين اسيبها ترتاح. هنكورها. الكور طبعا على حجم اللي انتوا عايزينه. عايزينها كبيره يبقى 50، عايزينها صغيره 30 35، في الحدود دي. او من غير ميزان خالص بعينيكي هتقرصيها كله مقاس واحد. تمام. عشان هنعمل كل 4 مع بعض او كل 5 مع بعض، على حسب ما انتي بتحبي تعرفي تفرديهم مع بعض ازاي. نقطع كل العجينة كده. اعملوا لايك بقى للفيديو الجميل ده. معلش اتأخرت عليكم، زي ما انا قلت لكم انا كنت تعبانة شوية. ربنا يصرف عننا جميعا. اليومين دول تغيير الجو تعب الناس كلها والله. الحمد لله. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. تمام. هكورها كده بقى وبعدين هسيب العجينة معايا ترتاح. انا خلاص كورتها، هتبقى كل 4 مع بعض، وفي واحد هيبقى 5 مع بعض. هسيبها ترتاح معايا. هنا ايه بقى؟ معايا دقيق ومعايا نشا للفرد ومعايا زيت. زي ما انتم شايفين كده معايا. الخطوات سهلة جدا ومش هتاخد منكم وقت. رشيت شوية دقيق من فوق وتحت عشان ما تلزقش معايا، وهنفردها بالطول. يعني انا عايزاها على قد ما اقدر تبقى بالطول، يعني عشان ما تخدرش معايا في العجين شويه. تمام كده. هعمل كل الاولانيه دي، هعمل كل 5 مع بعض، وفيه هعمل 4 طبقات مع بعض. شوفوا بس الفيديو معايا كده وانتوا هتعرفوا الخطوات قد ايه سهله. واحسن ما تشتريها هي عادة غاليه للسمبوسه. انت بتعملها في البيت بأسهل طريقه ومش صعبه، وسهله جدا وجميله جدا في الطعم. احلى من كده مفيش والله بجد. طبعا انت عامله اي حاجه في البيت عندك بتبقى تطلع من ايدك زي الفل. كلنا بنتعلم من بعض. ربنا يوسع علينا ويرزقنا جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين. رمضان بقى ايه ما شاء الله يعني. ماشي يجري. سبحان الله. الشهر الوحيد اللي احنا عايزين يقعد طول السنه بيجري على طول، ما مش مستني. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله، يعني احنا وانتوا جميعا. صلوا على النبي يا جماعه كده. ربنا يحصل البركه في بيتنا وفي رزقنا وفي معيالنا يا رب. كده عملت 5 طبقات. هعمل ايه بقى؟ انا جبت الزيت، واهم حاجه تدهني طبقه الزيت كويس جدا عشان ما يلزقوش. لما تيجي تفردي ما تلزقش العجينه في بعضها. نحط شويه نشا، والنشا بتساعد على القرمشه بتاعه السمبوسه وبتخليها هشه وما يلزقش الطبقات في بعض. ورشه دقيق كمان، يعني رشه نشا ورشه دقيق. وهعمل الطبقه التانية برضو بالزيت. اهم حاجه شوف الخطوات بس وانت هتمشي عليها سهله جدا. حطينا شوية نشا وشوية دقيق. هحط الطبقة التالتة وهدهنها برضو. ادهني كويس بالزيت عشان ما تلزقش في بعضها الطبقات لما تيجي تورقيها. تمام كده. الفيديو طبعا شرح نفسه. دي الطبقة الرابعة. انا قلت لكم فيه هنعمل 5 طبقات وفيه هنعمل 4 طبقات. نفس الخطوات هي نفس الشغل زي ما انتوا شايفين كده. العجينة معايا كويسة مرتاحة حلوة قوي. كل ما تريحي العجينة كل ما تفرد معاكي ما تتعبكيش.
خلاص كده الطبقة الأخيرة ما بندهنهاش يا جماعة، هي الطبقة الأخيرة بنسيبها كده عشان نفرد منها. تحطي بس رشة دقيق وتشتغلي بقى تفردي على قد ما تقدري. مستطيل، مش هتعرفي يعملها مدورة، بس هي مستطيل زي ما انت شايفين كده على قد ما تقدري، خليها مستطيل. تمام كده زي ما انتوا شايفين. وترققي العجينة، احنا عايزينها رقيقة خالص، تبقى زي السمبوسة اللي احنا بنشتريها من بره. سمبوسة ايه على حسب اللي بنطقها صح ولا غلط. كده فردنا العجينة زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت صاج على البوتاجاز على نار هادية خالص يسخن على ما اخلص العجينة بتاعتي، وهشتغل فيها على طول مش هريحها. اهي زي ما انتوا شايفين كده الصاج نار بسيطة جدا، يا دوبك تسخن، بشمع من هنا وبشمع من هنا، بس ما بتاخدش لون معايا خالص، انا ما بديش فيها لون. زي ما انتوا شايفينها هي بيضة اهي، هسيبها بس لغاية ما تقب معانا، هتحسي الطبقات بتاعتها فصلت من بعض، يبقى كده خلاص. اهم حاجة ما تحمرش وياك، عشان الطبقة دي لو احمرت هتنشف معاكي، مش هتنفع طبعا السمبوسة. نار هادية خالص وتقلبي يمين وشمال اهي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، الكاميرا جايبه اهي قبت معايا كده، فصلت الطبقات من بعض، يبقى كده خلصنا العجينة. كده استوت معايا، هشيلها بقى على طول. هجيب بقى تبرد شوية وهقطعها، اسويها على قد ما اقدر بقى مستطيل. طبعا اللي بنشيله ده ما بيترماش، تعملي بيه رز تحطي فيه حليب كده او لبن بسكر، او ممكن تعمليها في جلاش او حاجه، يعني ما فيش حاجه بتترمي. بصوا الطبقات معايا رقيقه زي ما انتوا شايفينها كده، وفاصله من بعض من غير اي تعب، ولا لزقت في بعضها ولا حاجه. انت على طول تشيليها من على النار، تستهدى شويه وتقطعيها زي ما انتوا شايفين. طبقاتها حلوة وطعمها فعلا طعمها أحلى من الجاهزة بجد. يعني بشهادة اللي دقتها يعني. كده خلاص نحشيها بقى، عايزة تحشيها لحمة مفرومة، تحشيها جبن، تحشيها خضار، تحشيها أي حاجة انت عايزاها تعمليها. زي ما انتم شايفين الطبقات، طبعا أنا هكمل المقدار كله بنفس النتيجة بنفس الشكل عشان ما أطولش عليكم الفيديو. تمام كده حلو قوي. أنا معايا هنا شوية جبن، وحطيت عليهم قرن فلفل، عايزة زيتون حطي، عايزة اي حاجة حطي. انا هجرب بس معاكم كام واحدة كده، انا مش هعملها النهاردة. ومعايا معلقة دقيق بمعلقة مية عشان الزق السمبوسة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفينها كده هتطلع معايا ولا احلى من كده. وان شاء الله تعملوها وتجربوها بالطريقة دي، هتطلع معاكم ولا احلى ولا اجمل من كده. زي ما انتوا شايفين بلزق الطرف ده من الطرف ده وبدخلها جوه. مثلث جميل اهو، بصراحة حلوة قوي. وان شاء الله مش هبطل اعملها في البيت على طول، احسن واوفر من بره. وكفاية الطعم بتاعها جميل. انت خدمة الحاجة في البيت بتعمليها احسن. بصوا بقى طبقتها عاملة ازاي، ما شاء الله ما شاء الله يعني. هنقلي بقى السمبوسة في الطاسة وهوريكم عملناها احمرت ومعانا مقرمشة وجميلة. ودي كمية كلها. معايا زيت بقى على النار، ما تخليش النار عشان ما تتحرقش بسرعة وما تخرجش الجبنة منها. طبعا انت عندك لحمة مفرومة، فراخ مفرومة، احشي بقى اللي انت عايزاه. انا بس عملت لكم العجينة بس، قلت هوريكم كم واحدة كده هقليها علشان تشوفوها طبعا قدامكم اهيت، ولا قطعت ولا فتحت ولا اي حاجة. السمبوسة بصراحة طالعة ولا كلمة. بإذن الله تعملوها انتوا بإيديكم وتطلع معاكم أحلى مني بكتير. بس ايه، تصلوا على النبي كده يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن شاء الله تطلع معاكم الحاجة أحلى وأجمل من كده مفيش. كده معايا السمبوسة خلصت معايا اهي، زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. سخنة مش عارفة امسكها بصراحة مستنية تبرد، بس مش مستنية، مستعجلة. جميلة جدا، وإن شاء الله تعملوها وتجربوها بالطريقة دي. واشوف الشوك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ونعاد علينا الأيام كلها بخير وسعادة يا رب وراحة بال. واشوف الشوك على خير.